مرحبا، أنا الدكتور هاري براسد، استشاري أول الطب الباطني ومرض السكري في مستشفيات أبولو. اليوم أود توضيح مرض السكري كأحد الأمراض غير المعدية بمزيد من التفصيل. كلنا نعرف أن مرض السكري في تزايد مقلق في البلاد وعلى مستوى العالم أيضا. نشاهد حوالي 500 مليون مريض سكري حول العالم. إذا نظرنا بشكل أكثر تحديداً إلى وبائيات مرض السكري، فقد لاحظنا أن الأعداد المتزايدة في التحضر وأسلوب الحياة الخامل هما من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأعداد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً زيادة في أعداد كبار السن، فنلاحظ أن هناك الكثير من كبار السن الذين يضافون إلى عدد مرضى السكري بشكل عام حول العالم. فما هو مهم في هذا الوقت هو اكتشاف مريض السكري في أقرب وقت ممكن. فنحن نتعامل مع السكري كمرض غير معدي، وقد يكون ذلك بسبب عامل وراثي، حيث يكون الشخص لديه قابلية جينية للإصابة بالسكري، أو قد يكون بسبب السنة أو جميع العوامل البيئية مثل قلة النشاط البدني أو النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية، والتي تدفع الشخص ليصبح مريض سكري. لذلك في الوقت الحالي في البداية ما نحتاجه هو فحص أي شخص يبلغ من العمر حوالي 30 أو 35 سنة، خاصة إذا كان معرضا بشكل كبير أو لديه عامل وراثي أو استعداد جيني للإصابة بالسكري. يجب أن يتم فحصه في سن 30 أو 35 سنة، ومن ثم بعد ذلك يتم الفحص سنويا أو كل سنتين. أي شخص يعاني من السمنة أو لديه تاريخ عائلي مع السكري، أو سيدة أصيبت بسكري الحمل، أي امرأة أصيبت بالسكري أثناء الحمل وتسمى سكري الحمل، تحتاج أيضا للفحص والمتابعة خلال السنوات بعد سن 30 إلى 35. لذلك هذا الفحص المبكر للسكري يساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر قبل أن يصبحوا مصابين بالسكري. فإذا تم اكتشافهم في وقت مبكر، خاصة إذا تم اكتشافهم في مرحلة ما قبل السكري، يمكن دفعهم بقوة لتغيير نمط حياتهم بشكل جذري من ناحية النظام الغذائي والنشاط البدني وفقدان الوزن، وهذا قد يساعدهم على البقاء في مرحلة ما قبل السكري، أو حتى إدخالهم في مرحلة تحسن من السكري بحيث يصبحون غير مصابين بالسكري دون الحاجة للأدوية أو ظهور أي مضاعفات. كل هذه الأمور يمكن الوقاية منها، فبإمكانهم البقاء في فترة لا يحتاجون فيها إلى الأدوية، ويمكن تجنب ظهور المضاعفات. وهذا هو الدور أو الوعي الذي يجب أن يتم نشره بين عامة الناس، وكذلك بين الأفراد الأكثر عرضة للخطر وكبار السن، حيث يمكن فحصهم مبكرا لمنع ظهور مرض السكري. وحتى إذا تم اكتشاف أنهم مصابون بالسكري أو لم يتم اكتشاف إصابتهم بعد، نعالجهم مبكرا. لماذا نعالجهم مبكرا؟ لأنك تمنع ظهور المضاعفات. السكري ليس مجرد رقم، نحن لا نعالج الأرقام هنا، نحن نحاول أن نمنع ظهور المضاعفات. قد تكون هذه مضاعفات بسيطة مثل مضاعفات الأوعية الدقيقة كاعتلال الأعصاب السكرية، أو اعتلال الكلى، أو اعتلال الشبكية المرتبط بالعين، أو مضاعفات كبيرة مثل أمراض القلب الناتجة عن تصلب الشرايين أو السكتة الدماغية، أو مرض القدم المعروف بمرض الأوعية الدموية الطرفية. فلماذا هذا الأمر مهم جدا كنوع من التوعية أو على مستوى العالم لمنع ظهور المضاعفات؟ أولاً، هذا سيشكل عبئاً هائلاً مالياً وصحياً، ليس فقط على الفرد بل أيضاً على الأسرة وعلى الدولة وعلى البلد، وكذلك على مستوى العالم. هذا سيقلل من احتياطي الأفراد النشطين. إذا تم اكتشاف إصابة شخص بالسكري مع وجود مضاعفات، فهذا سيقلل من احتياطي أو جودة حياة الفرد، وبالتالي يقلل من الإنتاجية لدى الأفراد الشباب. كل هذه الأمور كان من الممكن تجنبها إذا تم التعرف على الأفراد في وقت مبكر وبدء العلاج بالأدوية إذا لزم الأمر في الوقت المناسب. نعم، وهذا هو دور الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، خاصة السكري، وأيضاً ارتفاع ضغط الدم، لأنهم غالباً ما يتواجدون معاً. فإذا استطعنا التعرف عليهم في وقت مبكر جداً، يمكننا منع ظهور المضاعفات ومساعدة الشخص على أن يعيش حياة صحية، وكذلك التأكد من أن بداية المضاعفات يمكن أيضاً تجنبها. في مستشفيات أبولو، نحن قادرون على تقديم الفحوصات الشاملة التي من خلالها نكتشف الأفراد المعرضين للخطر في وقت مبكر.
وليس فقط الأفراد المعرضين للخطر، بل حتى الأشخاص من عائلاتهم يتم فحصهم مبكرا أيضا، حتى نتمكن من اكتشاف الحالات مبكرا وبدء العلاج مبكرا وفحصهم للكشف عن أي مضاعفات. وإذا كانت هناك مضاعفات لم يتم اكتشافها بعد، يمكن تحديدها في وقت مبكر لمنع تطورها وتأخير تقدمها، وبهذا الشكل يمكننا مساعدتهم على عيش حياة صحية على المدى الطويل. شكرا لكم.